في الفيديو ده هنتكلم عن نقطة مهمة جدا لأي حد بيشتغل في السوشيال ميديا ديزاينز أو بيعمل فيجوالز عموما، وهي إن أنت إزاي تجهز الاستوكات اللي أنت هتستخدمها في الفيجوال بتاعك عن طريق ال AI. مش هتدفع كتير، الحاجة هتبقى متفصلة على مزاجك وعلى دماغك أنت. في الفيديو ده برضو خليني أقولك إن الحاجة الوحيدة المدفوعة هي اشتراك شات جي بي تي، إنما باقي الحاجات فري زي جوجل إفكس لحد دلوقتي فري. زمان كانت الاستوكات كابوس بالنسبة لأي ديزاينر بصراحة كده. لو انت ديزاينر اكيد مريت باللحظة دي، اللحظة اللي انت بتفتح فيها الفوتوشوب، عايز تبدأ الديزاين بتاعك بس مش لاقي صورة تناسب فكرتك او بنفس البوزيشن اللي انت عايزه مثلا. تبتدي بقى ان انت تدور على شاتر ستوك، بيكسلز، فري بيك، على المواقع دي اللي هي بتقدم الاستوكات وكده. يعني تفضل بقى تدور على صورة تمشي مع اللي في دماغك، مع نفس البوزيشن اللي انت عايزه. مثلا لو كانت توب فيو، فوقتها من سنتين مثلا ولا من 3 سنين التوب فيو ده كان حوار. يعني كان ان انت تجيب ستوك توب فيو وقتها كانت ما كنتش بسهولة بتلاقيها يعني، ولو لقيتها ما تلاقيش مناسبة للحاجة اللي معاك. تفضل بقى تدور تلاقي ستوك مثلا الكواليتي بتاعته مش حلوة، تفضل بقى ان انت تبدأ تعمل اب سكيل، تظبط حاجة فيها، تحاول تعدلها بتاع معرفش ايه. في الاخر مش بتظبط. وفي برضو افكار كانت بتتلغي بسبب الاستوكات. يعني انا فاكر ان كان في مثلا تيجي فكرة، بقول لهم لا انا مش هقدر انفذها. ليه؟ لان الاستوك ده مش معايا، او الفكرة دي بالستوك بالبوزيشن ده مش صعب الاقيها. فكانت مشكلة كبيرة. يعني الاي اي لما دخل حل المشاكل دي كلها، حل مشكلة برضو السعر. يعني تسعير الاستوكات دي مش اي حد كان يوصل لها. شاتر ستوك سعره كان غالي، مش اي حد يعرف يجيب ستوك من شاتر ستوك. عرب ستوك مثلا لو انت بتشتغل مع خلايجة، بتشتغل مع سعوديين وكده، عرب ستوك ده وسايت بيقدم صور العرب بس، خلايجة بقى وكده. بس عيبه الوحيد ان هو كان غالي. يعني كان بيبيع لحد دلوقتي برضه بيبيع ال5 صور $80، وده مبلغ كبير على 5 صور. دلوقتي جوجل افكس او شات جي بي تي بقى يعمل لك الصور دي ببلاش unlimited يعني. مشكلة تاني برضو كانت ان الناس بتستخدم نفس الاستوكات، فانت تلاقي نفسك ان انت لما تبص على الديزاين تلاقي لا انا لمحت الديزاين ده قبل كده فين، هو مسروق ولا ايه؟ لا هو ما كانش مسروق، هو الفكرة كلها ان ممكن يكون الديزاينر استخدم نفس ستوك، او الستوك ده عينك شافته كتير فانت حسيت ان هو مش مختلف. فدي برضو كانت مشكلة بنقع فيها. وكنت دايما اقول للي معايا يعني ان احنا ما نستخدمش صور استوكات العين شافتها كتير. الاي اي دخل بقى غير كل ده، يعني حل المشاكل دي كلها. الوضع دلوقتي بقى مختلف تماما. يعني بقى يكريت لك الصورة طبعا من الصفر. زي ما احنا عارفين الاي بيعمل صور من سنة ولا من سنتين. بس انا عايزك ان انت تستخدمه ان انت تعمل الصور دي ستوكات، مش تعملها صور وخلاص. يعني انت تستخدم الاي اي في ان انت تعمل له ستوك للديزاين بتاعك. طبعا دلوقتي تدخل على جوجل افكس تكتب له اللي في دماغك، بس هقولك ازاي، هقولك الطريقة اللي انا بمشي بيها عشان اطلع بستوك مظبوط، بستوك ما يكونش فيه اي مشكله، اقدر استخدمه في الديزاين بتاعي وما يبانش ان هو اي اي. خليني اقول لك بس على مثال حصل معايا انا شخصيا. كنت بشتغل على براند سعودي بيبيع بين بانك. قالوا لي ان احنا عايزين يعني هنعمل كامبين كبيره بقى، هنعمل ديزاينات كتير، هنعمل بانرات على الويب سايت وكده. بس مش عندنا صور للحاجه بتاعتنا. احنا عندنا صور للمنتجات بتاعتنا وكده، بس هي متصوره على الوايت باك جراوند وكده، فما فيش صور موديلنج يعني. وقتها برضو جه في دماغي ان انا طب ما انا اطلع ستوكات دي بالاي اي، ليه ما اجربش حاجه مختلفه؟ فقلت لهم تمام ماشي، خلينا اجرب حاجه مختلفه معاكم. لو جيت فكرت فيها فانت مستحيل تلاقي صوره راجل سعودي قاعد على بين بانك على النت، على شاتر مثلا او على عرب ستوك. لو لقيتها فانت هتلاقيها مثلا صورتين بالكتير وخلاص، هي هتبقى سيشن تصوير وخلاص. هتلاقيها غالية، مش هتلاقيها بنفس البوزيشن اللي انت عايزه. فانا قلت خلاص، قررت ان انا استخدم جوجل فيكس ان هو كريت لي الصور دي. وبالفعل بدأت ان انا اكتب برومت على شات جي بي تي، اقول له مثلا ان انا عايز اشرح له الفكرة، واقول له الكلاينت معايا ايه، اقول له الصور اللي عايزها تطلع تكون عاملة ازاي، الفيو يكون عامل ازاي، توب فيو مثلا ولا فرونت فيو، الكلام ده طبعا حددت له ده كله. خليني برضه اقول لك على حاجة كده تستخدمها في شات جي بي تي عشان تطلع ببرومت مختلف، وتطلع ببرومت يطلع لك نفس الكواليتي اللي انت شايفها دي. في اكستنشن على شات جي بي تي اسمها برومت اركيتكتشر، دي اللي عاملها استاذ عادل جمال. انت ممكن تسيرش بنفس الاسم ده برومت اركيتكتشر، وتبدا ان انت تضيف عندك وتفتحها وتختار بقى زي ما انت شايف كده، تختار تستخدم برومت على جوجل افكس ولا ميدجيرني وحاجات مختلفه. فانت تختار جوجل افكس، تبدا تكتب لشات جي بي تي بالعربي، تشرح له الفكره. قول له مثلا انا عايز صوره راجل سعودي قاعد على بين بانج
ومبسوط ومرتاح. بالانجلش خلفيه بيضاء. هيبدا بقى ان هو يكريت لك البرومت ده على اساس الاركتكتشر، البرومت اركتكتشر. ايه المميز في دي؟ ان هو بيحدد لك كل حاجه حرفيا. يعني انت لو فتحت البرومت زي كود كده، فهو محدد لك كل حاجه، محدد لك اللايت، محدد لك البوزيشن، محدد لك الالوان، محدد لك المود العام بتاع الستوك، رياليستيك ولا 3D. فهو محدد لك كل ده وانت خليك دايما تشتغل بالاركتكتشر دي لو هتطلع ستوكات. هاخد البرومت ده ادخله على جوجل افكس، وزي ما انت شايف هيطلع معايا النتيجة اللي انا عايزها. ابتدي بقى ان انا اخد الصورة دي او الصورة المناسبة، ابتدي ان انا اقصها كأن هي صورة مثلا نازلة عندي من شاتر ستوك ولا من اي ويب سايت ستوكات. ابتدي بقى ان انا اقصها بالشكل ده، وابتدي بقى ان انا استخدمها في الديزاين بتاعي. والمفاجأة ان الكلاينت عمره ما يعرف ان ده AI. يعني برضو خليني اقول لك مثال من الكلاينت اللي معايا ده. وقت ما بعت له الديزاينات وكده، بيقول لي احنا محتاجين برضو حد يساعدنا ان احنا نجيب AI ديزاينر يشتغل على ميدجيرني وكده عشان يساعدنا نطلع الحاجات ستوكات اسرع. قلت له الديزاين اللي انت شايفه قدامك ده انت مش محتاج ديزاينر تاني، الديزاين اللي انت شايفه قدامك ده معمول بالاي اي. فوقتها اتفاجئ جدا، يعني بيقول لي مش باين خالص ان ده AI يعني. فالفكرة ان انت تطلع ستوك AI بس ما يبانش ان هو AI عن طريق الاركتكتشر دي. بصراحة يعني حاجة جميلة جدا من الاستاذ عادل جمال ان هو عامل الاركتكتشر دي. انا شخصيا استفدت منها كتير بصراحة يعني. ال AI stocks برضو بيديك حاجة مختلفة انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها، وهي قوة الدايركشن. اوقات كتير لما كنت بتلاقي صورة مثلا معمولة بستايل معين او ستوكاية معمولة بستايل معين، فانت عايز تثبت الستايل ده في الكامبين بتاعتك او في الكالندر بتاعتك، فانت بتلاقي صورة والتانية والتالتة وتلاقي نفسك عطلت مش عارف تجيب ستوكات بنفس الستايل ده. فالاي اي ممكن انت تدخل على شات جي بي تي، ترفع له الستوكات بالستايل اللي معاك، تقول له حافظ لي على الستايل ده زي ما شرحت لك في الفيديو اللي فات. لو انت مشوفتش الفيديو فممكن ترجع تشوفه هتفهم قصدي اكتر يعني. وتبدا بقى ان انت تقول له طلع لي ستوك مثلا مختلف بنفس الستايل ده، فهتلاقي نفسك ان انت طلعت بدايركشن ثابت لكل الديزاينات اللي معاك في الكامبين. الاستوكات التقليديه ماتت. يعني انا شايف برضو ان شات جي بي تي دلوقتي او الاي اي عموما او جوجل افكس بيدي لك مساحة او بيديلك مساحة ان انت تعمل استوكات مش متكررة. خليك متأكد ان الاستوك اللي انت هتطلعه اي اي مش هتشوفه تاني في اي مكان، لان مفيش حد بيستخدمه غيرك، لان انت اللي عامله. يعني يعتبر الاستوك ده لسه متصور دلوقتي، فانت ضامن 100% ان الاستوك ده محدش استخدمه قبل كده. فدي ميزة كبيرة جدا في الاي اي. انا برضو يعني كان في برضو الحوار ده حصل معايا من سنتين. كنت بعمل سكوتر كهرباء، ديزاين سكوتر كهرباء وكده. فكنت استخدمت صورة كده، عملت زي طريق، ان انا احط السكوتر ده على طريق، بس الخلفية دي كانت مختلفة شوية، كان فيها لايتس كتير وكده، فكانت اللي هو مختلفة. انت عينك لو شافتها فهتعرف ان وقتها الكلاينت بعت لي ديزاين للمنافس بتاعه وحاطط نفس السكوتر بتاعه على نفس الباك جراوند. فبيقول لي ايه ده؟ قلت له لا عادي يعني ستوكات. يعني بيقول لي انت سرقت ديزاين؟ قلت له لا بالعكس، يعني انا ممكن ابعت لك البيس دي وكده، هي بس تشابه ستوكات. فدلوقتي الاي ان انت تستخدمه ده مش هيحصل معاك تاني. زي ما قلت لك الستوك اللي هتطلعه فانت ضامن 100% ان مفيش حد استخدمه قبل كده، ولا حد هيستخدمه بعدك، لان انت مش بتحط الستوك ده مثلا على شاتر ستوك او بتحط الستوك ده على موقع الاستوكات وحد ينزلها يعني. طيب لو انا مش بعرف اكتب برومت، زي ما قلت لك تستخدم البرومت اركتكتشر اللي عاملها الاستاذ عادل جمال. هتفيدك جدا، هتفرق جدا معاك في الستوك اللي طالع من الاي اي. برضو يعني انا زي ما قلت لك وزي ما بقول لك في كل الفيديوهات، ما تقلقش من الاي اي، ما تخافش منه. بالعكس، يعني حاجة زي كده بتفتح لك ابواب اكتر لمجال الابداع. خليك دايما بس فاكر، وخليك دايما حاطط في دماغك ان الفترة الجاية او السنين الجاية مع التطورات اللي احنا شفناها دي واللي لسه هنشوفها، فاللعب كله هيبقى على الفكرة وعلى الكونسبت. طول ما انت عندك فكرة وكونسبت معين مختلف، فانت التنفيذ مش هياخد منك وقت. وخصوصا ان انت مثلا لو عندك فكرة كرياتيف جدا وعندك كونسبت كامل تطلع على اساسه دايركشن لكامبين كاملة، فانت تعرف تعمل ده بسهولة جدا عن طريق الاي اي. مش عايزك تستخدم الاي كحاجة فاينل، لا، استخدمه كتول حرفيا. استخدمه يعني ركز في الكلمة دي، استخدمه كتول تساعدك في شغلك
يعني في الفيديو ده زي ما قلت لك، زي ما شرحت لك، انا استخدمته كتول ايه، كان انا اوفر عليا وقت، اوفر عليا فلوس، وفر عليا مجهود ان انا اسيرش بقى، افضل بقى ساعتين اسيرش على ستوكات للديزاين او الفيجوال بتاعي. دلوقتي بقيت ان انا اقدر اعمل ده بكل سهوله جدا، ان انا ادخل زي ما قلت لك، زي ما انت شفت، ادخل اكتب له واوصف له الديسكريبشن او اوصف له الحاجه اللي في دماغي، ويطلع لي الاستوكايه دي بكل سهوله. خلاصة الكلام، لو انت بتشتغل بنفس طريقة زمان وبتدور على ستوكات جاهزة، فانت بتتأخر عن السوق. الناس بقت أسرع، الناس بقت بتوفر أكتر، وشغلهم بقى أذكى. ابدأ جرب حتى لو خطوة بسيطة، يعني سواء ان انت هتعدل على صورة جاهزة، هتدخل صورة شات جي بي تي، قول له مثلا غير لي صورة الراجل ده، الراجل سعودي. وانا ده اتكلمت عنه في بوست على لينكد ان، هسيب لك اللينك البوست في الديسكريبشن. وتابعنا برضو على لينكد ان، هتستفاد كتير. انا موجود هناك دايما ابديتد باي حاجة ريليتد بالاي اي، خصوصا في الحاجات اللي بتفيدنا كديزاينر، وخصوصا برضو في الحاجات اللي احنا بنستخدمها في السوشيال ميديا ديزاين. كل تجربة مختلفة في الحاجات دي هتفتح لك باب جديد، هتعلمك اكتر. الاي اي مش هيغيرك ومش هيستبدلك، هو بيساعدك ان انت تكون اسرع واذكى واقوى. لو عايزني اشارك معاك البرومتس اللي انا استخدمتها او الادوات اللي انا بدات بيها، سيب لي كومنت وابعت لي، وهبعت لك كل حاجه بالتفصيل. وانا كده كده في الاغلب هكون سايبهم في الديسكريبشن. انا كده وصلت لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وقولي في الكومنتس انت محتاج فيديوهات عن ايه تاني ريليتد بالاي اي، لان انا بصراحه الفتره دي زي ما قلت لك ان انا مهتم بالاي اي، مهتم ان انا ادخل الاي اي في شغلي، لان انا لما جربته حسيت ان هو بيوفر وقت كبير جدا عليا، وبيطلع الشغل بكواليتي اعلى، فليه لا، بيوفر وقت وفلوس. كده انا وصلت لنهايه الفيديو، احب اشكرك، ولو في اي حاجه محتاجه اكتب لي في الكومنتس. سلام.